الحمد لله، أنا سعيد جدا بتتويجي بجائزة أفضل لاعب أجنبي وتواجدي ضمن تشكيلة الموسم الماضي، وأود أن أشكر عائلتي وفريقي والجماهير على دعمهم المتواصل. هكذا عبر الهداف أيوب الكعبي عن سعادته بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب أجنبي الموسم الفارط. ونشر الكعبي صورة له مع زوجته من حفل جوائز اتحاد اللاعبين المحترفين اليوناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وعلى هامش تتويجه بالجائزة قال أيوب الكعبي: أنا فخور للغاية للتتويج بهذه الجائزة، وأغتنم هذه اللحظات لكي أتوجه بالشكر إلى عائلتي، وخصوصا زوجتي وفريقي والمدرب والجهازين الفني والطبي. هذه الجائزة هي نتيجة عمل جماعي، أنا أعمل بجد دائما من أجل تسجيل الأهداف، لكن يجب ألا أنسى زملائي بالفريق، فالفضل يعود إليهم وللمدرب أيضا. أتمنى أن نواصل على نفس النهج خلال الموسم الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن أيوب الكعبي حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في المؤتمر الأوروبي من طرف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفضل تسجيله 11 هدفا، وقد ساهم في فوز فريقه أولمبياكوس بلقبها الأوروبي، وهو أول لقب أوروبي لنادي يوناني.